استهجن ناشطون إقدام السلطات السعودية على هدم دوار الأحساء تحت دعاوى روجت لها جهات طائفية. عقدة الدوار لازمت السعودية التي شاركت قواتها في هدم دوار اللؤلؤة في البحرين، مركز الاحتجاج الشعبي الذي انطلق في 14 من فبراير من العام 2011. إزالة دوار السفينة في الأحساء قضية جديدة تضاف إلى قضايا أهالي المنطقة الشرقية. تفاصيل القضية تتعلق بإزالة أمانة الإحساء ل12 عمودا من دوار السفينة بعد إنشائها في مدينة البانوش. إزالة الدوار أثارت ردود أفعال شعبية، حيث أكد مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن سبب إزالة الدوار يعود إلى عدد الأعمدة 12، والتي زعمت جهات قريبة من السلطات أنه يرمز إلى عدد الأئمة في المذهب الإسلامي الشيعي. المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بوشل أشار في بيان له أن الإزالة تهدف إلى تطوير الدوار وتحسين المرافق العامة وكافة شؤونها الخدمية على حد تعبيره، إلا أن سكان محليين أكدوا أن الدوار كلف مبالغ طائلة، كما أنه لم تمض سوى بضعة شهور على إنشائه. الناشطون عبر تويتر استهجنوا بيان الأمانة العامة وطالبوها باحترام العقول، حيث أن سبب التطوير الذي ادعته لم يكن مقبولا في الوقت الذي كان بناء الدوار حديث العهد. نشطاء عبروا عن استيائهم من الحادثة وأكدوا أنها تظهر الهشاشة التي تسكن عقول بعض المسؤولين، وقال بعضهم أن الأعمدة أثارت الخوف واستدعت ما وصفوه بالعفن الطائفي المتراكم في نفوس الذين يمسكون السلطة. وتساءل المغردون عن أسباب ما اعتبروه إثارة مريبة للكراهية ضد المواطنين الشيعة، مشيرين إلى عدد من السياسات الرسمية التي تشجع على هذه المخاوف الطائفية. الحادثة أعادت الذاكرة إلى هدم النظام البحريني ودعم قوات درع الجزيرة السعودية هدم دوار اللؤلؤة، أحد أهم معالم الثورة البحرينية، وذلك في مسعى لقمع الثورة التي لجأت جماهيرها إلى الاعتصام في الدوار، وتحول بعد هدمه إلى رمز من رموز الذاكرة البحرينية في وقت لم ينجح ذلك في إيقاف الثورة التي استمرت حتى الآن.